السلام عليكم، اهلا بيكم. ازيكم؟ النهارده معانا حلقه لمراجعه سماعه من شركه ريلمي وهي ريلمي تي 300. السماعه دي كانت طلب مني مراجعتها برده في الكومنتس على الحلقات بتاعت مراجعات السماعات اللي فاتت. قلت اشتريها واجربها واقول لكم وانقل لكم التجربه بتاعتي كامله، مميزات وعيوب وكل حاجه موجوده في السماعه دي. في اخر حلقه هقول لك ترشيحي ليها تشتريها او لا. السماعه دي من ريلمي وهي تي 300. كنا عملنا الحلقه اللي فاتت عن ريلمي تي 100، فقلنا نجرب الابجريد بتاعها ونشوف السماعه عامله ازاي. السماعه بتيجي في علبه بالشكل ده، ان هي الاستماع فيها 360 ستيريو و50 ملي سكند الترا لو ليتنسي وبلوتوث 5.3 وهارد درايف 12 ملم 0.4 و30 دي بي نويز او اكتف نويز كانسلينج و40 اورز توتال بلاي باك. وده بيكون شكل السماعه بتيجي مع 3 اير تيبس او وسدات اذن، لارج وميديوم وسمول. بيجي كمان معاها الشحن بتاعها تايب سي لان هي بتشحن تايب سي. بيجي في علبه السماعه من قدام ليد عشان يعرفك في السماعه شحنها قد ايه. علبه السماعه صغيره وشيك جدا 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 وملمسها حلوه قوي 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 وما تتخدش بسهوله، شكلها فعلا شياكه. بتيجي بلونين، الاسود والابيض. لما بنفتح علبه السماعه شكل الطباق بتاع السماعه من جوه كنا فاكرين في التي 100 كان برتقاني شويه كده، نفس لون العلبه بتاع التي 300، ولكن هنا شكله كده بيج كده، شكله حلو قوي بجد. سماعه يعني شيك جدا. حتى شكل السماعات اسود كده ميتاليك شويه، فشكلها شيك جدا وسماعات صغيره حجمها صغير. ده بيكون شكل السماعه. انا اكلمكم الاول على علبه السماعه وبعد كده نفتح السماعه ونتكلم على السماعات لوحدها. علبه السماعه بتيجي ببطاريه 460 ملي امبير، بتشحن شحن كامل في خلال ساعتين. 10 دقائق شحن بتديك 7 ساعات استماع، والساعتين الكاملين بتديك 40 ساعه استماع للسماعات مع علبه السماعه. اما السماعات نفسها بتشحن شحن كامل في خلال ساعه، يعني اللي هي السماعات اللي بتخش في الودن نفسها بتشحن شحن كامل في خلال ساعه، يعني لو هي فاضيه خلاص وانت حاططها في العلبه ساعه تكون شحن كامل. بلوتوث 5.3 والعلبه نفسها مش مقاومه للميه، فحاول ما تجيبش عليها ميه برضو. وده بيديك رينج اتصال مع البلوتوث او الاتصال اللاسلكي لمسافه 10 متر لو مفيش اي حواجز بقى خرسانيه او ازاز او اي اجهزه كهربائيه في المحيط اللي انت موجود فيه. صراحه اللون الاسود هو اشيك حاجه انا لقيتها، لونه شيك جدا جدا، اشيك من الابيض. ولما بنطلع السماعه شكل تقليدي للسماعات، السماعه ملمسها كويس وبتفت في الودن بشكل حلو جدا، يعني بتدخل في ودنك بشكل كويس جدا. ودراع السماعه بيكون قصير بس ده مش بيأثر على المايك، هقول لكم على الحته دي في الحته بتاعت المايك. التحكم فيها بيكون تاتش، ضغطتين توقف او تشغل، 3 ضغطات مثلا على السماعه اليمين بتجيب الاغنيه اللي بعدها، الشمال الاغنيه اللي قبلها، ضغطه مطوله لمده ثانيتين بتقلب ما بين المودز بتاعتها، النويز كانسليشن او لا. السماعه متوافقه مع الابلكيشن ولكن برضو معايا ما اشتغلش مع الابلكيشن، انا بستخدمها مع ايفون. مش عارف المشكله في ايه، حاولت اشيل الابلكيشن، حاولت اعمل لها كذا حاجه بس هي الابلكيشن بتاعها مش اقوى حاجه. هتاخد تجربه السماعه من السماعات دي حلوه جدا لو عدلت الايكولايزر بتاعها من خلال التطبيق. طبعا لاحظنا ان العلبه ما فيهاش زرار ريست وصوتها عالي جدا وانت بتقفلها. عشان تعمل ريست للسماعات دي بتحطهم هما الاثنين في ودنك وبتضغط عليهم ضغطه وبعدين ضغطه طويله كده، اللي هو ضغطه كده، ضغطه طويله الاثنين مع بعض عشان تعمل ريست. ما تقدرش ان انت توصلها باكتر من جهاز، فدي حاجه مش حلوه برده في السماعه. ومن الحاجات اللي قابلتني حته 7 ساعات، 10 دقايق و7 ساعات. لما دخلت عملت سيرش شويه كده لقيت ان هي تديك 7 ساعات استماع على نسبه 50% ومن غير الاكتيف نويز كانسليشن. حتى برضه بيقول لك العلبه بتسمعك 40 ساعه، 40 ساعه دي بالسماعات برضه لو انت شغال على 50% ومن غير الاكتيف نويز كانسليشن. الاكتيف نويز كانسليشن بتديك 30 ساعه وعلى 50%. التوتال لو انت شغلت كل سماعه لوحدها على 50% من غير نويز كانسليشن تديك 8 ساعات، وبين نويز كانسليشن تديك 6 ساعات، ولو مشغلها على الاخر ممكن تديك لغايه 4 ساعات. السماعه كمان بتشتغل معاك لغايه 4 ساعات كامله كمكالمه، يعني لو انت معاك مكالمه تشتغل معاك 4 ساعات والاكتيف نويز كانسليشن هيشتغل معاك كمان في المكالمه. بتيجي بعزل اي بي 55 او اي بي 55 وده مضاد لرذاذ الميه وللاتربه. استخدمها في الجيم عادي جدا مفيش مشاكل، لو في اي شويه رش ميه كده جم عليها برده مفيش فيها مشاكل خالص. وسماعه شكلها في الودن بيفيد جدا، يعني بصوا ده شكلها في الودن دلوقتي طلعتها وحطها في ودني، سرعه الاستجابه بتاعتها مع البلوتوث هايله. مع الايفون بستخدمها مجرد ما بحطها في ودني خلاص هي شبكت مع الايفون بتاعي. الاستماع فيها محترم جدا جدا جدا، خفيفه جدا في الودن، دي من مميزات السماعه. مش بتحسسك ان انت مخنوق وانت لابس السماعه. بس فيها نقطه ان هي ساعات بعد فتره بتبتدي تفتح تجنح كده من ودنك، فبتضطر ان انت عايز تعدلها. ده موجود في سماعات كتير، لكن برضه ممكن تلاقي الاير تيب المناسبه لودنك. التاخير فيها فعلا في الالعاب تقريبا نص ثانيه، فما اعتقدش ده هيفرق مع ناس كتير، لكن في ناس اللي هي لعيبه او الجيمرز مش هتكون افضل حاجه. لو انت بقى تلعب حاجه كده وفيها توتر وبتاع، لا مش هتكون مناسبه ليك، لكن هي مش هتحس بيها. لو واحد انا لعبت فيها ببجي كانت عاديه جدا ما فيهاش فيها اي مشاكل خالص. تجربه الاستماع البيس فيها كويس، تقدر ترفعه من خلال التطبيق، وانا لو عامه من غير التطبيق البيس فيها لطيف جدا. لما بتعلي على الاخر او فوق ال 75% برضه الاصوات بتسيح على بعض الى حد ما، بس انا ما
ضايقنيش تجربه الاستماع فيها، يعني تجربه الاستماع فيها كان تمام، مش مستشعر للتقارب، فلو شلتها من ودنك لا الاغاني او الفيلم او ايا كان انت تتفرج عليه مش هيتشال، يعني مش هيقف قصدي. وبالنسبه للمايك في المكالمات كانت هايله، برافو برافو بجد، في المكالمات كانت هايله جدا 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 جدا، بحبها قوي في المكالمات. انا عاده بستخدم سماعات كتيره في المكالمات طبعا عشان اختبرها، وفي سماعات بتبقى موجوده معايا، يعني مثلا السماعه دي بتكلم بيها عادي، سماعه الانكر لايف نوت 3 اي بتكلم بيها عادي، الابل طبعا بتكلم بيها عادي، انما دي عادي انا كانت مريحاني جدا في المكالمه، ولما بحطها في ودني بتديك عزل كده فيزيكال عشان هي فيها اير تيب بتخش جوه الودن تقفل مجرى السمع، لطيفه جدا عاليه في المكالمات، اقدر اسمع اللي قدامي كويس، بتكلم بيها في الشارع عادي جدا، لو شارع الدوشه بتاعته نسبيا متوسطه، لو الدوشه بتاعته كبيره موقف ميكروباص موقف اتوبيس في حته زحمه شديده جدا في سوق او كده، ممكن الطرف التاني ما يسمعكش كويس. وهسمعكم دلوقتي تجربه للفويس نوت من السماعه دي وتجربه لتسجيل الفيديو. يا حمادة دي تجربة صوت تسجيل من السماعة اللي هي الريلمي تي 300. أنا هنا قاعد في الأوضة بتاعتي، فتقريبا مفيش دوشة جامدة، ومش معلي صوتي برضه على الآخر، يعني بتكلم عادي جدا. يا حمادة ده تسجيل صوت من السماعة وأنا هنا في البلكونة، دوشة خفيفة، قافل البلكونة عشان أبعد الموبايل خالص، وده الصوت طالع بيور من سماعة وأنا في دوشة متوسطة إلى حد ما يعني. قول لي إيه رأيك؟ دي تجربة التصوير بالفيديو بالسماعة، ده صوت السماعة في الفيديو. قولوا لي كويسة ولا ايه؟ الصوت فيها طالع حلو، طالع كويس. لو بعت الموبايل شوية كده فممكن يعني تبان اكتر، ساعات بتضغط الموبايل بس مش قوي، مش زي التانية، مش زي التي 100، لا دي احسن شوية بصراحة. بس انا حاسس ان الصوت هيطلع كويس جدا. انا هنا في الأوضة بتاعتي وده تسجيل الفيديو. الحقيقة للأسف هي بتلقط الصوت من التليفون مش بتلقط من سماعة، فبسجل لكم بيها تسجيل فويس نوت ونشوف. بعد ما سمعنا التجربة بتاعة المايك، خليني اقول لكم ان السماعه دي بتيجي بسعر 99 درهم اماراتي، بتيجي تقريبا بحوالي من 1500 ل 2000 جنيه مصري، في فئه ال 35 ل 50 دولار. فبالنسبه لسعرها هي سماعه في الفئه الاقتصاديه. ترشيحي ليها في الاخر تقدر ان انت تجيبها لو انت مش بتعتمد على مواصلات لمسافات بعيده، او ان انت تحطها في ودنك فترات طويله اكتر من 4 ساعات مثلا، لان هي مش هتسعفك في الحته دي في الشحن. يعني هي بتديك مثلا 20 ساعه استماع بالعلبه، والسماعه الواحده ممكن تديك 4 ساعات وانت معلي على الاخر واكتف نويز كانسليشن، بس من غيرها بصراحه بتقعد معاك حوالي تقريبا 6 ساعات، ودي حاجه كويسه، اكتف نويز كانسليشن 50%، وده مناسب جدا للدوشه المتوسطه. فالسماعه دي ارشحها لك، هي سماعه شيك قوي، انا بحبها، انا شخصيا حبيتها جدا، فهي سماعه شيك، بس مش عايز ارشحها لك عشان هي شيك بس، يعني سماعه لو انت عايز تشيل حاجه خفيفه في جيبك، عايز تشيل حاجه خفيفه في شنطتك، عايزه حاجه لطيفه شكلها حلو مش شكلها مكعبر في الودن او بتاع، السماعه دي لطيفه جدا وبتديك نويز كانسليشن والموايك فيها كويس وكل حاجه فيها تمام، تاتش شغال فيها كمان تمام، ما فيهوش اي مشكله خالص. بس مثلا لو انا جيت قارنتها باللايف نوت 3 اي، اللايف نوت 3 اي احسن في حاجات كتير، يعني هي اللايف نوت 3 اي اكبر في الودن فبتبقى شكلها مكعبر في الودن شويه. اللايف نوت 3 اي مثلا بتديك ساعات استماع اطول، بتشحن تقريبا في نفس الوقت بس بتديك ساعات استماع اطول، بالعلبه بتديك ساعات استماع اطول. المايك بتاعها متشابه تقريبا مع التي 300، ممكن اللايف نوت 3 اي احسن سيكا بس مش اللي هو يعني اللي انا اشتريها عشانه، خلاص الفرق بسيط جدا ما بين الاثنين. العلبه بتاعت اللايف نوت 3 اي اكبر، في حاجات كتيره يعني انت بتقدر ان انت تقارن ما بينهم. فانا بالنسبه لي انا احب دي علشان انا بحب الحاجات اللي شكلها شيك وكوزي وبتاع، مش لازم عشان انا اديني سماعه اقتصاديه تعمل لي شكل معفن وبعد كده تقول لي لا هي ده اللي عندنا، لا يعني تقريبا الاثنين في نفس الفئه السعريه، يمكن اللايف نوت 3 اي اغلى 500 جنيه ولا 700 جنيه، بس لو انت بتهتم جدا بحته المكالمات والوقت طبعا لايف نوت 3 اي. لو انت بتهتم بحاجه شيك ولطيفه وجميله ومقضيه الغرض، التي 300 حلوه جدا وانا ارشحها بشده في الحته دي. طبعا انت عندك الهواوي اس اي 2 والهواوي الاس اي 2 ما فيهاش نويز كانسليشن، بس شكلها اشيك بصراحه من دول واريح في الودن زي ما قلت لكم. لا هواوي اس اي 2 بالنسبه للبنات شكلها حلو، شكلها كوزي في الودن، شكل لطيف شيك كده، لو انت لابس بدله ولا لابس شكلها شيك. دي تاني اشيك واحده وبتديك مميزات عنها، انما دي لا، ايه ده ثانيه واحده، دي اللايف دي اشيك منها وبتديك مميزات عنها، ودي الانكر
شكلها مش احسن حاجه، شكلها عادي زي بقيه السماعات، لكن برفورمانس كده عامل زي العربيه تويوتا كده، بتديك برفورمانس كويس في الفئه السعريه الاقتصاديه. دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. عجبك الفيديو يا ريت تدخل تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. يعني عندنا مراجعات لسماعات وساعات وماكينات حلاقه وحاجات تانية كتير عشان تقدر تشوف كل حاجه اب تو ديت. واعمل لايك للحلقه دي لو عجبتك عشان توصل لاكبر عدد من الناس، تساعدني في نشر المحتوى. في النهايه لو بتتفرج عليا لغايه دلوقتي فشكرا جدا 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 جدا، بشكرك. السلام عليكم.